السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحب، حياكم الله. طبعا زي ما انتم شايفين النخلة الحلوة الأمورة اللي أمامكم ديت، اللي الراجل الصنايعي يعني ربنا يبارك فيه ويطرح فيه البركة في ماله وأولاده. طبعا هو حقيقي جار عليها في تقطيع الجريد، ولكن النخلة ديت بسم الله ما شاء الله نخلة عمر 3 سنوات من تاريخ الزراعة. يعني كان عمرها قبل الزراعة من 3 ل 4 سنين، وبعد الزراعة يعني كمان ادي 3 سنين، يعني دخلت على 6 سنوات. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الخلف والهيش حواليها يعني. تمام. لحظة، فين حضراتكم دي فسايل سلخ، كانت فسايل صغيرة السلخ. طبعا ما برضيشها يعني لما كنت ابيع فسايل كميات، فكان الفسائل الصغيره ديت ما بوردهاش، بخليها لنفسي كده، بزرعها حوالين البيت زي ما انتم شايفين. وبفضل الله سبحانه وتعالى الفسائل دي اشتغلت ودقت وبقت 100 100 زي ما انتم شايفين كده. تعالى كده فرج الساده المشاهدين. يمكن قبل كده صورتها لبعض الناس، وادي الفسائل كبرت وبقت زي ما انتم شايفين في الاحجام اللي انتم شايفينها كده. تمام. وكانت فسائل صغيره. تمام. يعني تقدر تقول زي كده، يعني كنت بجيبها زي كده بزرعها زي كده. وطبعا بسم الله ما شاء الله على مدار سنة اشتغلت وبقت 100%. يعني انا مقصد الكلام يا جماعة دي فسائل نخل حياني. طبعا مقصد الكلام هي فسائل صغيرة ما كنتش ببيعها، وطبعا كنت بزرعها. فانا بشجع على زراعة الفسيلة ولو كانت صغيرة وما تستحقرش اي فسيلة. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى بتشتغل وتدق، وخلال سنة بتتغير وتبقى نخلة. تمام يا جماعة. فمقصد الكلام ان انا ما استحقرش اي فسيلة صغيرة. زي ما انتم شايفين كده، لو لاحظت كده هتلقاني زارع فسائل صغيرة زي كده، وبقت نخلة اهي سلخ صغيرة زي ما انتم شايفين كده. خلال سنة او سنة ونص بتبقى فسيلة كبيرة، وبسم الله ما شاء الله خلال 2 3 بالظبط بتكون مهيئة للانتاج. زي لو انت لاحظت كده اهي، شوف ما استحقرش اي فسيلة. الفسيلة ولو كانت صغيرة او ضعيفة او ايا كانت، ولكن تشتغل وتدق في الارض بسم الله ما شاء الله انسى الكلام، خلال 3 سنين بتبقى نخلة. زي ما انتم شايفين يا جماعة دي كلها فسايل. طبعا ما ببيعهاش للناس، فسائل صغيرة خالص، وبزرعها انا عندي في المشتل. تمام. بعملها بمشتل، يعني مش عامل مشتل كبير، انا المشتل الكبير تاني لسه على طريق الاقليمي زرع فيه ما يقارب بفضل الله سبحانه وتعالى مشتل فيه 2400 ومشتل فيه 1150، ولكن ده مشتل جنب البيت عندي هنا. تمام. وزي ما انتم شايفين في فسائل صغيره. خلال سنه بفضل الله سبحانه وتعالى النهارده عملنا حمله تنظيف زي ما انتم شايفين كده هون، وخلال سنه بفضل الله سبحانه وتعالى اتغير المشتل وبقى بسم الله ما شاء الله يعني لاحجام الفسائل، لدرجه ان فيه نخله ده بسم الله ما شاء الله في المشتل مخلفه علولين، دي واحد ودي واحد. وطبعا كان معكم اخوكم علي مقبول لتوريد زراعه النخيل، واحنا مستعدين ان شاء الله نورد اي كميات في الفتره اللي جايه 2024 في شهر 3 اي كميات ان شاء الله. وطبعا احنا بنشجع على زراعه النخيل الحياني، لان النخل الحياني نخله مهمه وذات اهميه عاليه جدا جدا، وبالذات يا جماعه في الفتره اللي جايه، فتره يعني ربنا يحفظ البلاد ويحفظ البلاد والعباد بسبب الازمات الغذائيه. لان العجوه النخل الحياني معروف طبعا رطب وبتصنع عجوه. وطبعا بسم الله ما شاء الله سعر الكيلو الرطب السنه دي كان 2023 كان ب 12 جنيه، زائد ان سعر كيلو العجوه الحياني ب 60 جنيه جمله، في القطاع بيوصل ل 100 جنيه. طبعا كيلو الحياني يعني العجوه الحياني بيتصنع من 3 كيلو رطب، في يعني 50 كيلو. لو احنا قلنا النخله يعني بتشيل 150 كيلو، يعني في حوالي 150 في حوالي 50 كيلو عجوه. لو في 60 جنيه يعني بحوالي 3000 جنيه. فيعني ده بنحسب الكلام ده من منطلق عقلها وتوكل على الله، يعني احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى. فاحنا بنشجع كل اخواتنا واهلنا في مصر وفي كل مكان انهم يزرعوا ويعمروا في الاراضي الصحراويه.
ولابد ينتبهوا من الموضوع ده، يعني بسبب تغيير المناخ ويعني نسبة الراشح الأراضي بدأت تعلى وتبوظ أراضي كثيرة جدا في الأماكن السياحية فلازم أن تتهيأ العلمين وبلاد الصحراء والوادي الجديد وسيوة وكل البلاد دي لازم أن تتهيأ تمام، ويتكثف فيها زراعة النخيل، لأن النخل ما دب في مكان إلا دب فيه بفضل الله سبحانه وتعالى العمران. وأسأل الله التوفيق للجميع، وأنا تحت أمر الجميع إن شاء الله، وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.